فان دايك في الدفاع ليه طريقه مختلفه خالص عن اي مدافع تاني الواحد شافه قبل كده يعني. ممكن بقى يتقارن بناس ايه زمان قوي، لكن حته ايه يعني انا عندي سرعه ان هو فان دايك سريع، مش هي الميزه الاساسيه بتاعته بس هو سريع، يعني لو دخل في سرعه هيجيب سرعه وبرجله كمان بصراحه بالظبط. لكن هو بيبقى عنده طريقه الواد قصاده المهاجم واخد الارض جري وعمال يفحت ويردم وبيجري وكل حاجه، والتاني بحسه بيتمشى عمال يتمشى وبيتفرج عليه، يتمشى كده ويتفرج عليه ومستني بس ان انت ايه انت اخره الجري ده ايه، مش هتخسر كده عشان تخش على الجول، طب تعالى كده. وبمنتهى انا مش ناقص غير اللقطه يعني عشان تكمل في ذهني ان هو يبتسم له كده ويقوم عمل الكوره كده. يعني بيلعب بمنتهى البرود وبمنتهى اللي هو يعني يعني 100%، يعني تحس ان اللعب بتاعه يعني ايه 100%، اللعب اللعب بتاعه متكامل، عارف الكرة يعني قاري المستقبل، عارف ان الكرة هتوصل في المنطقة ديت، انا لما همد رجلي كده هو ان شاء الله هيكون ماشي بسرعة كام، الكرة كده هتطول منه في اللحظة دي، هقوم انا ايه حصل عاملها بس كده خلاص، ولا اتحسبت بيلن ولا هتتحسب حتى فاول، والكرة ما بقتش خطرة خلاص. فستايل المدافع ده انا ما اعتقدش ان في واحد في العالم كله عنده الستايل ده. انا بالنسبه لي كان سيرجيو راموس هو من احسن مدافعين العالم، ستايل مختلف خالص، ستايل مختلف خالص، يتحط الاثنين جنب بعض انا حاسس ان دوت كده الدفاع المتكامل اللي اي حد في العالم يحلم بيه، فظيع واسطوري. وانا يعني مبسوط جدا ان انا عاصرت مدافع زي دوت في الفريق كمان اللي انا بشجعه، فببساطه جميله وسنه هو كبير وكل حاجه، ومع ذلك ركز معاه هتلاقي كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي بيعملها بمنتهى الجوده اللي هي 100%، بيعملها 10 على 10. من بعد مالديني بشوف بصراحه ان فان دايك اكتر مدافع فاهم كوره، فاهم يعني ايه دفاع اصلا، يعني دي دماغ مدرب على ارض الملعب، دي دماغ واحد ماسك الدراع وشايف حركه 2 3 لعيبه على الشاشه وبيحاول يقطعها منه. لا مدافع شياكه، يعني شياكه وانت بتتفرج كده شكل دفاع يسر العين، طريقه مختلفه. يعني انت بتتكلم عن راموس فعلا تاني برضو، راموس اليونت جسمه وبالنسبه لفان دايك هو اقصر شويه، فهو مساعده ان هو يجازف في حاجات كتير، ان هو يعمل تاكلينج يبوظ يقوم يلحق تاني المدافع، هو كان مرونه الجسم مساعده. فان دايك ما عندوش ده، وفان دايك عنده خد بالك عنده تاريخ كبير قوي مع الاصابات واصابات طويله، حاجات زي كده اصلا تخليك وانت بتاخد قرار في مجازفه لا متردد، ما هو اصل الم الاصابه ده دايما في دماغك، انا مش عايز اتحط في الموقف ده تاني. فهو حتى بينه وبين نفسه كده هو قرر انه اكيد في طريقه في الكوره ان انا اقطع الكوره او اقفل الهجمه او اعمل اي حاجه من غير ما انزل على الارض. اشتغل عليها شغال، بيفكرني بالمدافعين اللي هم كانوا في الكابتن ماجد، عارف انت لما تلاقي مهاجم مشائي وبتاع ويرقص كل الفريق وبعد كده يجي عند مدافع يقوم التاني حاطط رجله على الكوره لسه، فهو لا الواد شياكه قوي يعني.